السلام عليكم. ألف مبروك لكل مشجعي منتخب المغرب الفوز ببطولة كأس العرب، وهارد لك لمشجعي منتخب الأردن النشامة الخسارة بالمباراة النهائية. بالنهاية لازم يفوز أحد الفريقين، وفاز منتخب المغرب أسود الأطلس. مباراة قمة بالروعة، بالحيوية واللياقة البدنية والإصرار والتمرد والضرب والخبط وكل شيء بكرة القدم شفناها اليوم بمباراة المغرب والأردن بنهائي بطولة كأس العرب. صدقا أنا عم علق وصفق، ما في أي كلام، ما في أي شيء يعبر عن مدى القوة اللي شفناها بهاي المباراة. الأهداف اللي تم إلغائها، ركلات الجزاء اللي ما تم احتسابها، أمور صارت بهاي المباراة بتخليك تكون مبسوط وانت عم بتتابع، لأن فيها تفاصيل عديدة ممكن نحكي عنها بهذا الفيديو. لكن يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، كان من المتوقع جدا انك تشوف مباراة قوية جدا بين المغرب والأردن، اكثر منتخبين كانوا مميزين بالبطولة. المنتخب المغربي وصل تدريجيا للبطولة، يعني فينا نقول كان هادئ بدور المجموعات، بدأ يكشر عن أنيابه أمام منتخب سوريا. بمباراة النصف نهائي ظهر المنتخب المغربي كالوحش، وبالمباراة النهائية قدم مباراة ممتازة جدا. أما منتخب الأردن فمن دور المجموعات كان واضح جدا عليه القوة والقدرة، لكن مع غياب يزن النعيمات كان في نوع من التشاؤم. بس علي علوان قدم كمان بطولة رائعة جدا. فأنت عم تحكي عن منتخبين بكل صراحة استحقوا الوصول إلى المباراة النهائية. والمنتخبين، منتخب المغرب والأردن، المنتخبين ما عندهم حظ، دائما بيوصلوا للنهائيات وبيخسروا. عم بحكي عن المنتخب الأول بشكل عام بكأس الأمم الأفريقية. منتخب المغرب أتذكر بال2004 وصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية وتعرض للخسارة أمام منتخب تونس. منتخب الأردن وصل لنهائي كأس آسيا أمام منتخب قطر وتعرض للخسارة. كانوا منحوسين نوعا ما، يعني لما بيوصلوا للنهائي ما عندهم القدرة على الفوز. لكن اليوم يعني المنتخب المغربي حصل على لقب بطولة كأس العرب بعد غياب حوالي 14 عام. من 2012 حقق المنتخب المغربي الفوز بهاي البطولة، لكن ما كانت بطولة مثل هلا. يعني هلا حاليا انت عم بتشوف بطولة بتوازي كأس آسيا وكأس الأمم الأفريقية من ناحية الجمال، من ناحية المتعة، من ناحية الإصرار. ممكن منتخب المغرب بالرديف، بس منتخب الأردن كانت الغيابات مؤثرة. منتخب الأردن يعتمد بشكل كلي على موسى التعمري ويزن النعيمات. موسى التعمري من بداية البطولة ما اجى، ويزن النعيمات تعرض للإصابة. لكن إذا بدنا نحكي عن الشوط الأول فمنتخب المغرب وللأمانة كان مسيطر، كان الأفضل، كان الأحسن، كان الأمتع، كان هجوميا مكتسح منتخب الأردن. لأن المنتخب الأردني تفاجأ بهدف الطنان. طبعا يعني لما نحكي عن الطنان هو أحد أبرز لاعبي منتخب المغرب بالبطولة، وبمباراة سوريا تحديدا كان المسيطر القوي جدا بخط الوسط، وأكلنا بخط الوسط. فبالتالي الطنان جاب هدف أخرج المنتخب الأردني من المباراة بالشوط الأول. لكن كنت دائما مراهن بأن منتخب الأردن قادر إذا حاول يحتفظ بالكرة ويفوت بأجواء المباراة بالشوط الثاني. وبالفعل هذا الشيء صار. منتخب الأردن سيطر حوالي 20 دقيقة. خلال 20 دقيقة كرة عرضية من أبو طه اللي أنا بعتبره من أفضل لاعبي البطولة. أبو طه ظهير يسار منتخب الأردن اللي بالمناسبة جاب هدف عالمي لكن لم يتم احتسابه. عمل عرضية رائعة لعلي علوان، جاب منها هدف التعادل بعد محمود مرضي. يعني هل لك سر عند الله؟ دائما محمود مرضي لازم يكون عنده شيء يقدم فيه الإضافة. فحصل منتخب الأردن على ركلة جزاء سجلها علي علوان بطريقة جميلة جدا. يعني بصراحة كل شيء بهاي المباراة جميل. حتى يقوم طارق السكتاوي تبديلات جميلة، 3 تبديلات على السريع مع دخول عبد الرزاق حمد الله. وهون بيجي دور اللاعب المهاجم الخبرة، المهاجم اللي بيعرف يوقف صح، اللي بيعرف بيشم الهدف. عبد الرزاق حمد الله شم الاهداف، دخل الشوط الثاني كان عم بيشم الاهداف، وجاب هدف قبل نهاية المباراة. كان موجود بمنطقة الصندوق وهذا مكانه، لا بيحتاج لمراوغة ولا بيحتاج لتسديد من بعيد ولا بيحتاج اي شيء. انا بجيب عبد الرزاق حمد الله لحتى يجيب لي هيك اهداف.
جاب هدف التعادل، رحنا أشواط إضافية، المنتخب الأردني كان بدنيا أقل، منتخب المغرب حاول يجيب هدف الثالث وما يروح لركلات الترجيح، وبالفعل صار اللي صار، جاب عبد الرزاق حمد الله. هاي المباراة بكل المقاييس كانت ممتعة، بالضرب، بالخبط، بكل شيء، بكل شيء، باللياقة البدنية اللي كانت مميزة خلال 90 دقيقة. بعد انهار منتخب الأردن نوعا ما باللعب الفردي، بالمهارة، بالتسديدات، بالأهداف، بكل شيء، بكل شيء. بطولة كأس العرب ووصول المغرب والأردن إلى النهائي كانت يعني بصراحة كانت مباراة ممتعة. أنا إلى الآن لا أجد الكلمات، ممكن نحتاج لعدة أيام لحتى نفهم شو صار بالمباراة، لأن الشيء اللي صار بالمباراة ممتع وفوق العادة. هارد لك لمنتخب الأردن، ألف مبروك لمنتخب المغرب. اليوم لابس قميص المغرب لأن حقق اللقب، لو فاز منتخب الأردن بنلبس وبنتشرف بقميص النشامة. وهذا كل ما في الأمر. أتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.